احلى مسا على اخواتي وحبايبي، كلكم بخير وبصحه تملي كده يا رب. النهارده كده هنتكلم عن منتخب مصر وتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026، وهنقول كل التفاصيل عشان في ناس كتير قوي ما تعرفش ايه النظام الجديد، وهنقول كل حاجه. فخليك معانا لغايه النهايه وان شاء الله تطلع مستفاد من الفيديو. فيلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه يا رب؟ كلكم بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بنلاقي حاجه، صلى على سيدنا محمد. وبعد صلاه على سيدنا محمد خلينا نخش على عنوان فيديونا النهارده: نظام تصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. انا بقى صاحبي اقول لك النظام ازاي في افريقيا. النظام هيتم عن 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 6 فرق، هيصعد بكل مجموعه المركز الاول. يعني نقولها تاني: هيحصل عن نظام 9 مجموعات، كل مجموعه هتضم 9 منتخبات، وكل مجموعه هيصعد منها المركز الاول اللي هو صاحب المركز الاول في المجموعه. تاني حاجه، المجموعه هيبقى فيها 6 منتخبات، كل منتخب هيلعب ذهاب وعوده. يعني مثلا مصر مع بوركينا فاسو، ماتش في ارض بوركينا وماتش في ارض مصر. مصر مش عارف مع ايه، ماتش هنا وماتش هنا. ماتش ذهاب وعوده، ذهاب وعوده، ذهاب وعوده، ذهاب وعوده، وليست مش من مره واحده، لا ذهاب وعوده. ودوت شيء كويس جدا. ومجموعه مصر هنقولها وهنقول كل حاجه. فده النظام بتاع المؤهل لكاس العالم 2026. بقول تاني: 9 مجموعات، كل مجموعه بتضم 6 منتخبات، هيصعد من كل مجموعه المنتخب صاحب المركز الاول، وفي الاخر هيختاروا صاحب افضل مركز تاني للحاق بملحق كاس العالم. هيختاروا صاحب افضل مركز تاني، يعني هيجيبوا بقى بقيه الفرق كلها المراكز التانيه من المجموعات، هيشوفوا واحد افضل واحد ارقامه اعلى من اي حد، هياخدوه الملحق كاس العالم. تعالى بقى يا صاحبي اقول لك مين وقع في القرعه بتاعت منتخب مصر اللي حصلت يوم الخميس. القرعه كانت يوم الخميس، واقول لك المنتخبات اللي موجوده مع منتخب مصر. خلينا نبدا منتخب مصر وبوركينا فاسو وغينيا وبيساو وسيربليين. خلينا نبدا واحده واحده. مصر وبوركينا فاسو وغينيا وبيتي بيساو منتخب بيساو احنا كده كلنا عارفينه، وسربليين دي اول مره اسمع عنها اساسا، واثيوبيا وجيبوتي. بص يا صاحبي، تعالى اقول لك على المنتخبات الضعيفه. بيساو ضعيف، ده اول شيء، وضعيف. محدش يقعد يقول لي اصل مش عارف حاجه زي كده، ده ضعيف وتكسبها على الارض وعلى ارضك. ضعيف. سبريين دي اول مره اسمع عنها، واي حد تقريبا مصري برضه اول مره يسمع عنها اساسا. فمنتخب لا يوجد في القاره. اثيوبيا ضعيف جدا، بالكده اثيوبيا خسرنا تقريبا حوالي 2-0 ولا مش فاكر كام، بس اثيوبيا على قد ايدينا، اقسم بالله الامكانيات اللي معانا دي هو على قد ايدينا. اثيوبيا ما تجيش جنبنا حاجه. اثيوبيا ايه بس يا جدعان؟ اثيوبيا ايه؟ انتوا شايفينها تقيله دي؟ ما تجيش جنب الفراعنه حاجه. وجيبوتي منتخب، يا لهوي، لو لميت الشباب اللي عندنا في المنطقه عندنا هنروح نخسرهم هنيجي. انا شايف مجموعه مصر اقوى منتخبات فيها هي بوركينا فاسو وغينيا. خاف من بوركينا فاسو وغينيا بس. دي مجموعه منتخب مصر، وده التفاصيل كامله عشان خاطر الواحد يصعد كاس العالم. عشان ما يجيش حد يقول لي طب هل احنا عشان نصعد كاس العالم نعمل ايه؟ تكسب كل المنتشر عندك في المجموعه، او على الاقل انت عندك اعتبر 10 مباريات تكسب منهم 8 الكلام دوت، تصعد كاس العالم. تقول لي طب ايه نظام كاس العالم؟ بقول لك يا عم نظام كاس العالم 9 مجموعات، كل مجموعه بتحط فيها 6 فرق، ومن كل مجموعه بيصعد فرقه واحده، بيصعد هو صاحب المركز الاول. كلام مفهوم كده؟ قلنا كل التفاصيل وقلنا كل حاجه مؤهله لكاس العالم في افريقيا. وان شاء الله في فيديو بعد دوت هينزل يتكلم عن البطوله الافريقيه اللي هيشارك فيها نادي الاهلي ونادي بيراميدز، وبطوله الكونفدراليه اللي هيشارك فيها فيوتشر ونادي الزمالك. ان شاء الله هينزل، مش عايز اديكم ميعاد بالظبط، بس ان شاء الله في فيديو هينزل وهنتكلم فيه عن كل التفاصيل وعن حاجات كتير قوي ممكن انت اول مره تسمع عنها. بس في نهايه الفيديو ده لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.